تدفعوا كام ووريكوا صورة سيدنا يوسف عليه السلام من على النقوشات والجداريات الفرعونية. قبل ما ادخل في سيدنا يوسف عليه السلام هقول لكم على خبر يسوى تقله. انا مش هقول لكم مين هو فرعون موسى، انا هقول لكم المواصفات بتاعته وانتوا احكموا. انا ما بحبش انظر ولا بحب افرض رايي على حد، لكن انا اقول لك المواصفات وانت لك ان تحكم. اول حاجه اتفقنا ان هو هكسوسي محتل وليس من المصريين زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، تمام، ان هو كان في الشمال. تاني حاجه هذا الملك قتل او انهي حياته عن طريق شخص يمسك عصا، او عن طريق رمز مهم رمزوا ليه بقط او فهد يمسك عصا. انهي حياته عن طريق شخص يمسك عصا او قط يمسك عصا؟ طب مش كفاية، نقول اللي بعدها ان هذا الشخص تم تدنيس سيرته بعد موته من قبل المصريين بطريقة منقطعة النظير، زي تف على عمه، اخزق عين عمه، دوس برجلك الشمال على صورة عمه. والله ده اللي موجود على النقوشات بتاعة المصريين، ان هم تم اهانته بعد وفاته بطريقة غير مسبوقة النظير. تمام، طبعا ده مش من ملوكنا، ده المحتل، عشان كده احنا اهناه. طيب تالت حاجة ان هو اشتهر عنه ان هو رمز الشر او اله. طبعا اله الشر مش اله، يعني هو رب الشر. طبعا كلمه رب واله كده حصل فيها لخبطه، مش مجالنا دلوقتي، في موجود في تاريخ الفراعنه، مش هخوض فيها دلوقتي. طيب، او هو ممثل الشر، ورمز اليه برمز ثعبان كبير، رمز ثعبان كبير، او رمز اليه في بعض الرسومات ان هو تنين او تمساح كبير. طيب، رابع حاجه ان هو مسك بعده حد اسمه خمودي او ملك اسمه خمودي ده اللي اشتبك معاه احمس وطلعه بره مصر. ده مسك على طول بعد الملك اللي هقول لكم على اسمه ده دلوقتي، واشتبك معاه احمس، وده كانت نهاية عهد مين؟ عهد الهكسوس. فايه اللي حصل؟ عشان واحد ملك كبير يسقط مرة واحدة، يقوم واحد تاني ماسك مكانه، يقوم أحمس داخل في الموضوع وناهي الحياة. يبقى انهيار هذا الملك ترتب عليه انهيار حكم الهكسوس بأكمله. الهكسوس على فكرة هم العماليق وهم الهكسوس، هو شعب يتكلم العبرية ولكن ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنسل سيدنا موسى أو يهود سيدنا موسى أو أمة سيدنا موسى عليه السلام، تمام، أو شيعة سيدنا موسى. هذا الملك يدعى أبو فيس أو أبيب أو أبيذ أو رمز الشر أو إله الشر. انتوا حكموا بقى، هل هو فرعون موسى ولا لأ؟ تمام. تاني حاجة عاوزاكم تعرفوا ان الفرق بين سيدنا موسى وسيدنا يوسف كان 400 او 500 سنة، من 400 ل 500 سنة، وده نفس الحقبة التاريخية اللي مسك فيها الهكسوس. اخر الملوك اللي ازدهرت فيهم الدولة قبل الهكسوس كان في شخص، انا هقول وصفه ده برضو وانتوا احكموا. كان في شخص كان مجرد مساعد للملك ثم اصبح ملك، برضو مش كفاية. طيب ايه رأيكم ان هذا الشخص ليس من السلالة المالكة، وعلى الرغم من ذلك تولى الملك بعد هذا الملك؟ ليس من السلالة المالكة وتولى الملك بعد الملك. طيب ايه رأيكم ان هذا الشخص ازدهرت في عهده الزراعة واستغل مياه الفيضان؟ مش مهم برضو، عاوزين حاجة أهم. الحاجة الأهم اللي هي نبوءة نفرتي بشرت بقدوم هذا الشخص. هو مين اللي بيصدر له النبوءة؟ ونبوءة من قبل مين؟ من قبل الإله. وإيه النبوءة ديت؟ النبوءة ديت قالت إن سيقدم شخص سينقذ مصر بعد أن تكاد أن تنهار، وسيجعلها في ازدهار زراعي عظيم. وأقرأوا تلك البردية اللي هي اسمها نبوءة نفرتي. في ناس بيقول لك إن هي أسطورة، لا مش أسطورة، يعني لما تيجي تربطها الحقائق القرآنية والحقائق التوراتية هتلاقيها تنطبق على النبي يوسف عليه السلام. وهو الملك أمنمناحات الأول. شوفوا صورته وصورة ابنه، بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله لينا حلقة قادمة. عارفين دي إيه؟ دي الدليل اللي طلبتوني بيه.
قلتولي مفيش دليل على شق موسى البحر ومطاردة فرعون ليه. جبت لكم الدليل من الحجرية دي، والحجرية دي موجودة حاليا في أمريكا في المتحف الوطني، لكن هم لاقيينها في اليونان، وهسيب لكم الرابط اللي تقدروا تبحثوا بيه عنها على الانترنت. زي ما شايفين هنا عندك ادي المفروض اللي قدام ده موسى اللي ماسك السيف او حاجة. الامواج دي عبارة عن البحر، امواج البحر، تمام. وده الرسم التعبيري في الوقت ده، يعني كان بيستخدم الامواج ديت للتعبير عن المياه والبحر. وعربة فرعونية حربية تطارد ذلك الشخص. وكمان عندنا البحر مشقوق نصين اهي، طريق في النص من البحر. ده مش الطبيعي ان عربة حربية تمشي في البحر طبعا، يعني ابدا عمرنا ما شفنا عربة حربية تمشي في منتصف البحر، والبحر زي ما قلنا لكم مشقوق نصين، اب اند داون اهو، مشقوق نصين. طيب هسيب لكم الرابط بتاعها. تاني حاجة بقى لاثبات تلك المعجزة بالتواتر، ان المسلمين واليهود حتى يومنا هذا بيصوموا في نفس اليوم الذي نجى فيه موسى من فرعون. تخيل فئتين متضادين يتفقوا على حاجة واحدة. يعني من ضمن القرائن القوية اللي تديك كإنسان بتفكر عاوز تبحث عن الحقيقة، قرينة قوية ان ازاي فئتين متضادين ومتناحرتين يتفقوا على معجزة واحدة. هتشوف ان اليهود والمسلمين حتى الآن بيصوموا يوم نجاة موسى من البحر. ثانك يو. هو عشان زي حواس رضي الله عنه ما جابلكوش سيرة عن الحجرية وبقى الحجرية مش موجودة، ركزوا في كل كلمة هقولها عشان الكلام اللي هقوله ما سمعتوهوش قبل كده. الحجرية ديت انا جبت لكم حجرية واحدة، ايه رأيكم ان في منها اربع حجريات مش حجرية واحدة؟ وده الناس اللي بتقولي هاتي لي رابط المقال، ده مش مقال، ده ان هديك يعني كلمات مفتاحية تدور عنها زي ما هو هوضح لكم في الفيديو اللي تحت ده. ابحث زي ما انت عاوز هتلاقي مئات المقالات. الحجرية موجودة في أمريكا ومنقولة من اليونان في مقبرة يونانية، واليونان اللي هو الشعب الميساني ده، الحضارة الميسانية ديت كانت موجودة في جنوب مصر وكانت مختلطة مع مصر اختلاط وثيق، والحدث ده مهم وتم توثيقه على ايدهم. لكن المهم الأهم في الموضوع إن ليه حدث موسى ده شق البحر ما سجلش؟ هقول لك ليه. لان يا حبايبي الشمال كان محكوم بواسطه الهكسوس، والجنوب محكوم بواسطه المصريين. مشكله موسى كانت مع الهكسوس والبحر الاحمر في الشمال، تمام، وهو عبر البحر الاحمر. دوروا على ملوك الهكسوس، مش تقولي لي رمسيس الثاني هو فرعون، دوروا على ملوك الهكسوس، تمام. الهكسوس لما طردوا سيدنا موسى، تمام، او طاردوا سيدنا موسى وغرقوا في البحر، هل ده شيء يعني مدعاة للمفخرة؟ هل ان هم هيخلدوا الذكرى ديت فخرا مثلا؟ هيطمسوا ويدنسوا كل ما حاجة حصلت في هذا الزمان، تمام. بلس ايه بالاضافة كمان ان مفيش فترة بسيطة وجي احمس رنهم على قفاهم وطردهم بره مصر. يبقى انت عندك هنا اندثارين للحدث. اول حاجه ان هم مش هيفخروا بحاجه زي كده، ان هم ملكهم اتمقلب في البحر، تمام. تاني حاجه ان هم اصلا تم طردهم من مصر. تالت حاجه اول من استخدم العربه الحربيه هم الهكسوس، والرسومات بتوضح على العربه الحربيه، والعصا بتاعت موسى منوره واضحة، وبدل الحجرية أربعة. ودوروا على الشعب الميساني وعلاقته بالمصريين في هذا الوقت، تمام. شكرا.